هذا سائل يقول: شيخنا، هل ماريا القبطية تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الدرجة في الجنة؟ طبعا لا أحد يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس درجته في الجنة، لأن درجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هي أعلى الدرجات. وهنا قد يقول قائل إن زوجاته يكن معه في الجنة، فأقول كون الزوجات معه في الجنة لا يعني أنه في نفس درجتهن أو أنهن في نفس درجته صلى الله عليه وسلم، فإنه في أعلى الدرجات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو. فلن يكون أحد في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قد يقول قائل: طب أليست الزوجة المؤمنة تكون مع زوجها في الجنة؟ الجواب: نعم، لكن هذا لا يعني أنه معها في نفس الدرجة، بمعنى أنها تحوز كل الخير الذي يحوزه. يعني قد يكون الرجل مع أهله في الجنة لكن يصعد إلى درجة لا يستطيع أهله الصعود إليها، ثم يعود إليهم فيكون معهم على السرير، على الأسرة المنسوجة بالذهب، على سرر موضونة. السرر الموضونة أي المنسوجة بالذهب، متكئين عليها متقابلين. فحتى زوجاته صلى الله عليه وسلم المتفق على أنهن زوجاته الحرائر اللواتي يكن معه في الجنة لسن في نفس درجته. أما ماريا القبطية فالراجح أنها أم ولد وليست زوجة، وهي إن شاء الله في الجنة ولا شك وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل أم الولد تأخذ أحكام الزوجات في الآخرة؟ هذا حقيقة فيه نظر وبحاجة إلى نص، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أنها تكون معه صلى الله عليه وسلم، لأنها موطوءته وشابهت زوجاته من أوجه كثيرة، وأم الولد تشابه الزوجات من أوجه كثيرة وإن كانت لا تأخذ حكمهن. فأم الولد تعتق بموت سيدها، لكن هل ترث كما ترث الزوجات؟ الجواب لا، هي عند فقهائنا لا ترث، فبالتالي لا تأخذ حكم الزوجة الحرة التي توفي عنها زوجها، ولا تأخذ كل أحكامها. وبما أنها كذلك فقد لا تكون في درجتهن أي درجة زوجاته صلى الله عليه وسلم، لكن قد تكون في درجة أنزل، ولكنها إن شاء الله في الجنة، لأن الأخبار الثابتة أنها ماتت مؤمنة، وكانت أم ولده صلى الله عليه وسلم، وكانت ممن يعاشرهن، فنالت هذا الشرف وهذه المكانة العظيمة، وبالتالي لها ولأمهات المؤمنين ذلك الفضل العظيم، حتى لو كانت في درجة أنزل من درجاتهن، رضي الله عنهن جميعا.